بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد من يوميات روني. النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم الاقتصادي بأطعمة مختلفة. ان شاء الله هتعجبكم وهتقدروا تشكلوا أطعمة حسب ما انتوا عايزين بطريقة سهلة جدا. زي ما انتوا شايفين انا عملته هنا في الكوبايات، ممكن تقدميه بالطريقة اللي تريحك. هنعمل مع بعض ان شاء الله. اول حاجة هنشتغل فيها، هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط فيها لتر لبن كامل الدسم، اي نوع انت بتحبيه سواء سايب او علبة زي ما انا حطيت. انا بستخدم جهينة او بيتي، مش بتفرق يعني، المهم يكون كامل الدسم. و3/4 كوباية سكر. هننزل عليهم ب4 معالق كبار نشا، ومعاهم كمان 4 معالق لبن بودرة. لبن بودرة حلو، هيفرق في الطعم معاكي جدا. هنقلبهم بقى كويس قوي على البارد لحد ما يتماسكوا جدا مع بعض وميبقاش فيه اي كلاكيع صغننه كده، يدوبوا خالص. وبعدين هنبدأ ننقلهم على النار، على نار هادية كده. هنبدأ نقلبهم. انا هوطي دلوقتي خالص النار علشان تبدأ تستوي بالراحة ومع نفسنا كده، ما نستعجلش، ولازم نقلب طول ما احنا شغالين علشان مش عايزين اي كلكعة، احنا عايزينه يستوي كويس قوي بحيث ان طعم النشا ما يبانش معانا واحنا شغالين. بدأ اهو القوام يتقل وبدأ يغلي، يعمل فقاقيع صغننة كده زي ما انتوا شايفين. انا ايدي فيه ما شلتهاش خالص. اول ما هيبدأ بقى يعمل القوام ده هنبدأ نطفي عليه ونشوف الخطوة الجاية. انا طفيت عليه كده، وهنجيب بقى بولة او طبق زي ما انت عايزة وهنفضيه فيه. طبعا انا نزلت كل اللي في الحلة ده بالاسباتولا، وهنغطيه بكيس تلاجة، او لو عندك اكياس اللي هي بتاعة الجبنة رومي والحاجات دي تقدري تغلفيها بيها عشان بس وشها ما ينشفش، وتحطيها في التلاجة. هنجيب هنا بقى نص كوباية مية مغلية زي ما انتوا شايفين، وهنحط كيس جيلي فراولة. ممكن تبدليه بالطعم اللي انت عايزاه، موز، اناناس، مش خوخ، الطعم اللي يريحك. ده هيبقى طعم من الأطعمة اللي هنعمل بيها الآيس كريم. هندوبه كويس قوي ونركنه على جنب لحد ما يبرد خالص. وطبعا احنا حطينا الخليط الأولاني في التلاجة لحد ما برد خالص خالص. هنا هنبدأ الخطوة التانية، لازم يكون بارد خالص. هننزله كده زي ما انتوا شايفين في العجانة بتاعتنا. لو عندك مش شرط يعني العجانة، ممكن مضرب بيض عادي. انا هستخدم هنا الوش بتاع ضرب البيض او ضرب الكريمة. هنا انا متلجة كوباية لبن، حطها في الفريزر من اول ما بدأت. يعني عايزين كوباية لبن متلج، وعايزين كوبايتين كريم شانتيه. ياريت كريم شانتيه يبقى خام علشان ده هيديله قوام احسن بكتير. هنقلبه بقى كده شوية عشان اول ما نشغل المكنة ما يبهدلش الدنيا البودرة بتاعة الكريم شانتيه، وندخل على المكنة ونفضل نضربه حوالي 12 دقيقة. الأول على سرعة منخفضة، وبعدين نبدأ نعلي السرعة حوالي 12 دقيقة لحد ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفين ده. هيبقى فيه مطة كده خفيفة، هو ده القوام المطلوب. هنبدأ هنا نقسم الأطعمة في الأطباق زي ما احنا عايزين. أول حاجة ده اللي احنا هنعمله بالفراولة، نزلت فيه في خليط الجيلي اللي احنا عملناه في الأول، وهنبدأ نضربه كويس جدا لحد ما يمتزج خالص، واللون هتشوفوه دلوقتي هيبقى عامل ازاي. ممكن تضربيه بالمضرب اليدوي، بس انا لقيته مش مستاهل يعني، سهل يتضرب بالمضرب، قصدي الكهربائي، بس انا عملته بالمضرب اليدوي سهل. انا هنا بقى قسمته، حطيته في اكياس تلاجة علشان لما اجي احطه في الكوبايات يبقى سهل بالنسبه لي. لو انتي ما حطيتيهوش في بوله كده وحطيتيه في كوبايه معياريه كبيره، طبعا مش تحتاجي تحطيه في الاكياس، تفضي منها على طول. كده اول طعم اتعمل اللي هو الفراوله، وبعدين هنبدا نقسمهم بكميات يعني شبه متساويه على قد البوله ديت كده. هنبدا نعملهم بالاطعمه اللي احنا عايزينها. انا هنا قسمتهم كمان 4 أطعمة. فضيتها كويس خالص، وبدأت انا مجهزة طبعا كل حاجة جنبي. انتي ممكن تعملي بالأطعمة اللي انتي عايزاها.
هنا الطعم التاني اللي هو طعم النسكافيه، لو عايزاه مركز قوي حطي كيسين نسكافيه زي ما انا عملت، لو عايزاه طعم نسكافيه خفيف شويه حطي كيس واحد. وانا رشح تحطي كيس واحد او كيس ونص، لان الكيسين كانوا مدين له طعم قوي جدا. وهنقلبهم بقى كويس كده لحد ما النسكافيه سريع الذوبان ده يدوب خالص خالص. وهنرجع نحطهم تاني في كيس تلاجة زي ما عملنا مع الفراولة بالظبط. انا عملت كده علشان اقدر انقلهم في الاكياس في الكوبايات اللي انا عاملاها فيها بسهولة. وطبعا انت تحطيه بالطريقة اللي انت عايزاها، لو عايزة في علبة هتقدميه هتحطيه في العلبة على طول، وبعد كده تبقي خلصتي، يعني مش محتاجة تحطيه في اكياس. او لو عندك اكياس حلواني ممكن تحطي فيها، بتسهل في ان انت تنقليهم تاني في الحاجة اللي انت عايزاها، سواء عايزة في كوبايات او عندك القوالب بتاعة الايس كريم. هنا الطعم ده هنعمله بالفانيليا. انا بحب الفانيليا السايلة جدا، هي بتغمق اللون سنة صغيرة قوي بس بتدي طعم ونكهة حلوة جدا. ممكن طبعا تعملي بالفانيليا الاكياس عادي، حطي كيس فانيليا وقلبيه هيديله طعم ايس كريم الفانيليا. هو هنا بصوا اللون يعني مش غماء خالص، بس سنة بسيطة جدا، مش بيبقى ابيض شاهق يعني. وبنفس الطريقة هنحطه في اكياس التلاجة. هنا بقى انا هعمله ده بالشوكولاته. هنعمل ده بالشوكولاته، هنحط معلقه وربع كاكاو، وانا كمان عندي نوتيلا انا عاملاها، عندكم الفيديو بتاعها. هناخد منه معلقه كبيره، لو عايزه تزودي براحتك، بس انا كنت بعزز طعم الشوكولاته. وهنقلب بقى بالراحه، وبعدين ندمجهم خالص مع بعض عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا الريحه حلوه جدا والطعم حلو قوي، هيعجبكم جدا حتى وانتي بتدوقيه، يعني في المرحله دي انا دقته كان عجبني جدا جدا. وهنبدأ تاني نحطه في الأكياس زي ما أنا وريتكم بنفس الطريقة. شايفين القوام عامل ازاي؟ هنا بقى الطقم الأخير ده بالأوريو، جبت كيسين أوريو كسرتهم كويس قوي، وهبدأ أحطهم على الحبة الباقيين دول، يمكن كانوا كمية أكبر من الأولانيين، وقلبتهم كويس جدا لحد ما يتجانسوا خالص خالص علشان يبقى آيس كريم بالأوريو، وكان تحفة جدا. قلبته بقى كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تقريبا دوبت كل قطع الشوكولاتة. هي بتبقى قطع صغيرة قوي، بيبقى طعمها حلو جدا، وده نكهته كانت حلوة قوي وعجبت الولاد قوي. هنبدأ بقى ننقلها تاني في في الكيس بتاعها، وبعد كده هنبدأ نفضيها في الكوبايات. طبعا زي ما قلنا لو انتي هتحطيها في علب يبقى خلاص حطيها في العلب بتاعتك وعلى الفريزر على طول. انا كان عندي بقى الكوبايات دي، فبدأت امسك كل كيس كده وافتحه على فتحة صغيرة، وابدأ انزل منها في الكوبايات بتاعتي. كانت بالنسبة لي اسهل لاني ما عنديش كوب معياري يقدر يصب الحاجة من غير ما يهدرها. وهنا تقدري تعملي أطعمة مختلفة، أنا هنا حطيت بالأوريو عليه بالنسكافيه، عملت بالأوريو بس وعملت بالنسكافيه بس. تقدري بقى تشكلي زي ما انت عايزة وتعملي كذا طعم، تقدري تحطي كمان بالديكور اللي انت عايزاه، هيبقى شكله لطيف جدا. الأكياس سهلت عليا في تقسيمهم في الكوبايات. ادي الفراولة، طبعا الكوباية دي كبيرة حجمها مش صغير، فهي لو كوبايات أصغر هتعمل عدد أكبر، فهو موفر جدا. بالنسبة أعمل لك عدد حلو، وطبعا قيمته الغذائية عالية لأنه هو كل مواد لبن والنشا والكريم شانتيه، الحاجات دي كلها مفيدة جدا غير لبن البودرة يعني. بصوا هنا بقى حاططها بأشكال مختلفة زي ما انت عايزة بقى، زي ما أنا عملت كده انت تقسيم بالطريقة اللي تعجبك. اه جهزتهم كده، وهبدأ إن شاء الله أدخلهم التلاجة لمدة 6 ساعات. تماسكوا خالص بقوا حلوين جدا، شايفين
بقوا في منتهى الجمال. طعمهم كمان حلو قوي وكريمي كده، وليه تحسي ان مش زي بتاع الشارع كده، لا ليه نكهة حلوة جدا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتعملوه، واتمنى اعرف رأيكم ايه في التعليقات. شايفين الأطعمة والجمال؟